نتكلم عليها هذه المرة ربما لأول مرة، أو أختي المرة اللي فاتت ممكن أشرت لي اسمه فقط، لكن هذه المرة عندك تريد أن لا لا تتكلم على شيء. لم نتحدث، فقط تحدثنا عن نادر بن سبع. اليوم سنتحدث عن اغتيال، يعني أنا متأكد حسب المصادر المعلومات اللي طلعت لي ب 90% أنه سامي الرياض لم يتوفي لأنه كان مصاب بالسرطان. هو صحيح كان عنده سرطان المعدة، لكن كان يعالج وما كانش في حالة متقدمة، وإنما تم تسميمه من قبل المخابرات الجزائرية وبإيعاز من رجل أعمال محي الدين طحقوت الذي استولى فيما بعد ذلك على قناة نوميديا نيوز. سامي الرياض التقيت به في شهر مارس 2012، كنت نفوت مسابقة القضاة في 2012، كنت مع صديق صحفي اسمه عبد الجبار بن يحيى. كانت نوميديا نيوز مجرد موقع إلكتروني، واتصل بعبد الجبار بن يحيى بسامي الرياض رحمه الله، وارسلنا شوفير ودانا بسيارة فخمة إلى غاية وادي الرمان أين يقع مقر نوميديا نيوز. وتحدثت مع سامي الرياض شخصيا، وكان يعني في ذاك الوقت كان شارب، يعني كان صاحي ونص صاحي ونص مش صاحي، لأنه هو رحمه الله كان مدمن كحول، وهذا ما تسبب له في سرطان المعدة لاحقا. هو اسمه الحقيقي سامي الرياض ولا عنده اسم آخر؟ لا 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 لا، ما سموش سامي الرياض، اسم المستعار، لأنه كان يشتغل في جريدة الخبر. اسمه الحقيقي راح لي والله، لا راح لي، ولكن سامي الرياض ما هوش اسمه الحقيقي. نعم اسم مستعار، كما زينب أبوشو مسميه روحها سليمة المساني. نعم. كما أي صحفي في الخبر مسمي روحه محمد بن أحمد يكتب أمور أمنية، ما هوش اسمه محمد بن أحمد. هو ممكن يكون ضابط في المخابرات ويشتغل باسم مستعار، وهذا معروف في جريدة الأسواق وجريدة الوطن وجريدة الخبر، فيه يكتبوا فيها ضباط المخابرات باسماء مستعار. نعم. بالنسبة خرجنا من سفيان قنفودة. سفيان قنفودة بمعنى أنهم خدموا به، كان قضية المخدرات، كان بارون تاع من بارونات المخدرات، كان يشتغل لهم، يشتغل أيضا انديكاتور إلى آخره، لكن في لحظة معينة أرماوه، يعني كما الواحد كما شدوا هكذا كلينيك نمسحوا يديه. تم توريطه في قضية 10 كيلوغرام كوكايين مع بارون المخدرات كازاوا، واللي عنده علاقة مع عزيز كاشير. هذا عزيز كاشير عنده 40 منضد أمر بالقبض الدولي، وهو حاليا متواجد مقيم في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية. هذا ثاني بارون آخر الآن نعم، بارون كبير أيضا عزيز كاشير من منطقة قنبيطة، أيضا عنده علاقة مع بارون المخدرات المدعو نقال. هذا نقال كان مسجون في الألفينات والتسعينات، كان يعقب اليوم تاعو في الخارج وفي الليل يدخل السجن، كان عنده نفوذ قوي وكان عنده أموال وكان تحميه المخابرات. يعني هنا مرة أخرى نأكدوا دور المخابرات في قضية البارونات تاع المخدرات، خاصة سواء كانت كوكايين أو حشيش اللي يأتي من المغرب. ونعرفوا ما أيضا فيه أيضا تصدير كما يسموه القرقوبي ولا يسموه يعني اللي هو الحبوب. القرقوبي هو يعني المهلوسات، يتم تصنيعها تحديدا في مدينة بسة، والمخابرات والسلطات الجزائرية تعلم بذلك، لكن يتم ذلك يعني اكسبري باش الشباب تاعنا يقعد مهلوس ويغيب الوعي تاعو وعقله، ويتم تصديرها الى المغرب والى تونس، ويديروا المقايضه مع المغرب بالقنابل الهندي. هذه معلومه جديده راك تقولها لي هنايا. هذا القرقوبي ولا القرقوبي ولا يعني هو حبوب على اساس مثل حبوب طبيه، صحيح؟ مهلوسات يعني. نعم مثل الاكستازي، الريفوتريل، الكيتيل، الديغريتون، نوزيرو. لكن هذا انتاج محلي القرقوبي هذا او القرقوبي. نعم القرقوبي ايضا يستخدم برودوي شيميك، مهلوسات تغيب العقل. وتقول باللي راه ينتج في تبسه اساسا يعني. نعم في تبسة، وأيضا يجيبوا واحد المادة أخرى من لبنان، عندهم علاقات مع شيعيين، هما شيعيين سوريين ولبنانيين، يجيبوا لهم المادة الأولية. هذه معلومات التي أحوزها. يجيبوا المادة الأولية من لبنان، حيث معروف أن فيه نوع من الزراعة لبعض الأنواع المخدرة هناك في لبنان، وكانت نعم من لبنان وجنوب سوريا. طبعا كان يلعب دور هام حزب الشيطان او ما يسمى بمناضل اعضاء في حزب الله، هما اللي يجيبوا هذه الماده الاوليه، والمخابرات الجزائريه تعلم بذلك ولكنها تحميهم.
احنا عرفنا أن كانت في فضيحة عالمية، فضيحة دولية متورط فيها بشار الأسد وكثير من كبار الضباط في المخابرات السورية متورطين في قضية التجارة في المهلوسات، وكانت كتبت عليها جرائد عالمية وتكلمت عليها قنوات. ابن خالته نسيت اسمه، ابن خالة بشار الضبع اللي نهبوا أموال الشعب السوري.